نسبة تأهل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ منخفضة جدا، لدرجة تجعله يبدو وكأنه فريق من الدرجة الثانية. في دور 16 حدث شيء غريب جدا. كانت لدى بايرن ميونخ فرصة بنسبة 87% للتأهل أمام أتلانتا، ففازوا بنتيجة 10-2 وتأهل بايرن ميونخ. وكانت لدى برشلونة فرصة بنسبة 71% أمام نيوكاسل، فدمروهم بنتيجة 8-3. وكانت لدى باريس سان جيرمان فرصة بنسبة 70% أمام تشيلسي، فسحقوهم بنتيجة 8-2. كل التوقعات تحققت، والفرق ذات النسب الأعلى تأهلت، لكن السيناريو لم يتحقق فقط مع ريال مدريد. فقد كانت لدى مانشستر سيتي فرصة بنسبة 72% للفوز على ريال مدريد، لكن ريال مدريد فاز عليهم بنتيجة 5-1 وتأهل ريال مدريد. والآن يقلل أيضا من شأن ريال مدريد مرة أخرى، إذ يمتلك بايرن ميونخ رسميا فرصة بنسبة 86% للتأهل على حساب ريال مدريد. أنا أعدكم وبكل ثقة أن ريال مدريد سيفوز كعادته. ريال مدريد لا يخسر عندما يستفز. وأنتم، ما هي توقعاتكم لهذه المباراة؟ شاركونا رأيكم في التعليقات. مع السلامة.